لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نعود إلى ما كان ينويه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم به من العمرة فمنع. نعود إلى عمرة القضاء. هذا اليوم نسمي العمرة عمرة القضاء. قبل سنة تتذكرون أتى النبي فرجعوه، قالوا لا نسمح لك أن تذهب، فبعد سنة عاد النبي مع المسلمين إلى بيت الله الحرام ليعتمر، يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويظهر للعالم أو للناس بأن المسلمين موحدون. نعود اليوم نتكلم حول عمرة القضاء إن شاء الله. برايد عزيز إيرو أمي بحثا عمره بكن. عمره أو پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيبي راوك ما قد حديبية دا پیغمبر هات قوز هرم عمره كي بكم كافرا قوام نايلن وار حاصله كلام وردا ويدا دريج بو مسلاوي لهف كرن قوتي بزفري سالة كي باشي تيوري سال تمام بو سال قدية أنا وقتا كو پیغمبر هات إذن ويدرك يعني إذن هاي إجا سالة خلاص بو كو هر عمره بكن و تماشا کرد بی زمان هانه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه کرو چه نکر، مکتوبا چه قاش از مازنه دنیای راشان، هینکی بون مسلمان هینکی نبون مسلمان. چو خیبرش دست یهودیا درخست ام بجن بود دست مسلمان دا پشتی وی هنک تشت دنیجی کر، یعنی چند تشت دیجی تفاتن کرن اوانه تب نوا ساله کی دا دفر دا هدی مسلمان کتن فرقی کو پیغمبر چقا تشتکی باش کریه شر بنیاره کی را دا سکناندن قوت الفراب سکنه هدي بس مسلمان راحت بو بخير صلح حديبيه مسلمان هدي بشر دكاربون هرن ورن فردا ورن ملت را خبردن، يعني براتيكا اسلام هدي ملت را بيجن دفردا هدي حكمت بي كرنا پیغمبر هات برچعبا مسلمان جار قاديش خوا پوشمان بون والله ابيكو احتراز كر مثلا يك جوان حضرت عمر هدي والله يقوم ما فرنا حقيقه ما فرح جلاد كر چقدر تشتاق پیغمبر کده چقدر تشتاقی باش بو، يعني من عجله کرد مگو ها بنی پیغمبر چه هدی چقدر تشتاقی مازن چه بو دوی ناوی دا ایک خوازن هر عمره جی خو بش دینن هر عمره کی بکن خو سس نکن او عمركم پیغمبر و صحابی چون لوان چولا مان علیه الصلاة والسلام انا ام طياره سياد من طياره چلويت ساكنه، يعني نوا حفت حي ساعات ده ساعات ده تلجد ساكنان دي، يعني هرنش خو عمره بکن حجا خو بکن درنگی نخینن مرد نزانه چه تی پیشه و چه نای پیشه و ها چند رو برای امجی که مسلمان اکرا گو مگو والله ما دین قیدی شانس و هبون چون حجی جانا پیدا شانس حجی پر زحمته، يعني و کبری راحت نینه وردا حجا که ام چند سال برید چون برحتی بگروب کیف خوشی هم ارزان بوشی و هم گروبات تبود شخاب راحتی آنا تنه یار حاصل کلام دی فیتا و دو جارا سه جارا زیده بیت دست خدا جنونی ها تو ده یکی تبر کی تانی تنزانی برای ام بهبرات چون دست مدابو مدگو اف اوتیل او قنان وی جیهانی ام اوات کنوانه کن آن او قدیا ایجا خصوص نکن وی فرصت هانیش دست خود در نکن چه قاسا فرصت چه بو هر عمره خو وظیفه خو دینی بجیبینن. طبعا نتكلم حول خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد تقريبا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين قال الذي كان قد أتى معنا للعمرة العام الماضي ومنعنا فليأتي نحن سنذهب إلى العمرة حان الوقت، لأنه قالوا بعد عام ستأتي إلى العمرة فمضى العام حال الحول قال الآن وقتنا أن نذهب. فخرج كل من كان مع النبي في صلح الحديبية إلا من استشهد من الصحابة، بعضهم قد استشهدوا في بعض المعارك والباقي خرجوا كلهم وبعض الناس أخرى. كان عدد المسلمين تقريبا حوالي 2000 من الرجال ما عدا النساء والأطفال، بعض النساء كذلك خرجنا والأطفال أو الشباب صبيان يعني خرجوا، ولكن كالذكور كرجال حوالي 2000 واحد، يعني عددهم أكثر من عدد الذين ذهبوا مع النبي في الحديبية، أكثر بكم يعني 500 واحد أو 600 واحد أكثر. فخرجوا وفي نصف الطريق اسمه ذو الحليفة هناك اعتمروا ولبوا بدأوا بالتكبيرات. سنقول شيئا فشيئا إن شاء الله. پیغمبر پشته سال تمام بود مدینه دا اعلان کرد گوگلو بسلمانا اوی که سالا چوی به مرا هات حدیبیه و اوزوری برا حاضر کم چن عمره کید کن هرچی مسلمانی کد حدیبیه دا دیگل پیغمبر بو تف در کتن الا وان کسی که شهید کتنه چند حب شهید کتبون اینکی شرحانه دا هنک چند حبکی شهید کتبون وکی دی در کتن و هنکی دیج دیگل وان در کتن
تقريبا جمارة مسلمان ابو نزيك 10,000 ظلام. حديبيه دا مگو 1200 300 تشتكي وهابون انا بون 10,000 ظلام هناك جنج نافانده و هناك زاروك ام بيجن جنج يعني 8 سال 10 سال 15 سال بلكي یک جوانه تگوتن جنج زاروك يعني نصبي یک شیر تخون بلكي شيري خوار من اموي نزانن لد بيجن صبيان ابي خود كارن بمشن يعني بسري خود قراره توالت خوشي بكبر داود زاروك وهابون او جنكي تشيبون لی مهم ابا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان ظلام نزیک 10,000 جمدینه درکتن الجیکی ذل حلیفه جراد بجن يعني جمدینه کم اربع علی مکه دا چه دوان درجه کدا حدود عمره حدود احرامیقات جراد بجن لوی نیت اخوانین جل احرام الخکرن تکبیر آنین و هدی بآلی وداچون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الاحتياط قال هذه المره لا نمشي هكذا ناخذ معنا السلاح سلاح الحرب ولكن كان يعلم بأنه لا ينبغي له أن يدخل الحرم مع سلاح الحرب ولكن قال نأخذ معنا سلاح يعني اللي كان موجود في هذيك الوقت. ربما مشركو مكة ينوون الغدر بنا فنجعل هذا احتياط فأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السلاح على أن يكون احتياط وذهبوا إلى المدينة إلى مكة. وكان تقريبا الذين يحرسون الأسلحة ودائما مستعدون نحن نسميه في اللغة العسكرية القوات الطارية أو هكذا أظن حوالي 200 واحد. أي أمر من النبي 200 واحد ينطلق حتى يلحقهم فهؤلاء كانوا يحرسون السلاح سلاح الكبير يعني سلاح الحرب فالنبي احتاط قال لا ندري ماذا يحصل أخذ معه سلاح أكثر من السيف يعني أو أكبر من السيف. مسلمان وبيغمبر دركتن صلى الله عليه وسلم طبعا هدي مسلمان التجربة وان شد پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوهین کی سلاح معظم خرابینن يعني تدي انا توپ و تانک نبی وقت دبابه مبابت نبون سلاحی وقت رمحن تشتد هم مسترن گو چد بچه نابوانه ام چن مکیب که به نابوان کافر خیانتی کلمه نکم برای اینکه سلاح مهبن سلاح زیده شورها شور مزانه چه شمشیر زیده وی سلاح دنیج قرآنین پیغمبر آنی گو بروانا جید بن هم کردی بجن برای برچعب مبن نزیک مبن يعني 200 حب صحابي سيارة حسبا پیغمبر گو ون دفرد سکناندینه ون بمارا ورن ام كهر مكه جي ام سلاح ناخ ناوا مكه ام سلاح دربا مكه دين سكناندن ولا الفراب ساكنن اشارتك ما داوا ون درحل ورن يعني جوانات تركيد بيجن چه زمان عسكري ده وانه عاجل كدچن يا عسكري سركلي بيچاند اواكن سرسيل حوانه حاضر قطع يعني قطعي آماده ام آماده نما اشارتك پیغمبر گو ها اوانا اما حسب خدا جونج يعني نكت نخو حاضرا سكناندينه پیغمبر گو ام چد بچه نبام نزانن يعني بلكي وانا خيانتي المكرن گونا كبرنا بمكه للدرب مكه ونبسكن لبرا هاي مجهف هبه ما اشارتك تشتكي جوارا كر وندصد حب سياره حسبه ونبقي جن ما علي كريم امداد مداورن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيتشتهاني ذكر. طبعا بينما المسلمون يقتربون من مكه رأى مشركو مكة المسلمين ومعهم سلاح أكثر من السيف بعضهم ذهبوا إلى أهل مكة قالوا محمد أتى ومعه سلاح كبير وبعضهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلاما مشهورا للنبي لم نراك أو لم نعرف بأنك رجل يغدر لست من أهل الغدر بينما كنت صبيا لم تغدر وأنت كبير لا تغدر ماذا تريد هل تريد أن تغدر بنا الغدر الخيانة يعني فالنبي قال لا سأترك سلاحي في الخارج فقالوا خلاص هذا ما كنا نتوقعه منك فهذا أتوا إلى النبي والنبي أخبرهم نحن لا نأخذ السلاح نتركه في الخارج. پیغمبر وقتی که نزدیک مکه بود کافر وان دید اوجی های وانجوانه هی تماشا کردن و سلاح جوان را هی سلاح مسلمان زیده گروه کی چو مکه گو والله محمد هات و سلاح پیرا هی یعنی نه نورمال سلاح وان زیده نه دستی حب جهات جنب پیغمبر جرا قلت محمد قوها قولت وقت تبچوكش تخيانتي نذكر تمازن بوش تخيانتي نذكر يرو قيت تغازي خيانتي بكي بازار ما وقت بيسي لحوري انا عادتي تنت خيانتي بكي اف مساله نورماله پیغمبر قونا ناس خيانتي ناكم اساسي لحي خل در وقت مسكناندن سلاح نايندر ولكن ري چد بچنافه يعني في شكل يعني پیغمبر تبع صحابيه هاتن نزي مكه وانا در باس نابا مكه بن ان شاء الله.
طبعا قبل ما يدخل المسلمون إلى مكة المشركون كانوا يقولون دعاية سيئة: مسلمون ضعفاء، جو المدينة أثر فيهم، لا يستطيعوا أن يمشوا. فالنبي إما وحيا أو بشكل من الأشكال أتاه الخبر بأن هؤلاء ينوون، أو هؤلاء يشيعون هذا الخبر بين أهل مكة، يقول المسلمون ضعفاء، يعني إذا أردتم أن تهاجموا عليهم ضعفاء لا تخافوا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اليوم سنريهم قوتنا، سنريهم. حتى الذي يذهب إلى العمرة أول مرة يذهب ماذا يفعل؟ يكشف يده اليمنى، الكتف يتركه في الخارج وليس الشمال، اليمين، لأننا نلف هكذا، الذي في خارج يرى يدك اليمين لا يرى اليسرى. فقال النبي: أظهروا كتف اليمنى. وثلاثة أشواط حول في الطواف المشي سريعا حتى يروا بأن فيكم قوة. فالنبي قال: رحم الله امرئا أراهم أو أرى فيهم القوة، يعني عمل شيء المشركون يرون المسلم فيها قويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال لهم: رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة فليروا فيكم قوة أظهروا القوة. هذا كذلك حرب نفسهم، قالوا مسلمون ضعفاء، فالنبي قال: أظهروا لهم القوة. فحينما رأوا المسلمين يطوفون قالوا: كنتم تقولون هؤلاء مرضى ما يقدروا يمشوا، ما شاء الله عندهم قوة، فأثر فيهم سلبا. تشتكي بريك پیغمبر بكذا مكة يا وحيش پیغمبر هاتبو ام يا نزانن، يا جي خبركش پیغمبر هاتبو بشكل كشكو هاتي ام يا نزانن. فقط پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام كافرة وهاج هفرا قوتن قوان مسلمان مهنة اقرباء مكچونه مكة مدينة، هوا مدينة باجاركي چپله هواوي نخوشه قلير و قمار و نزانم چيه هلا هلا ملت اللي تاب نخوشه ضعيف بونه نكارن بمشن وهاد قوتن رقلامه كتكرين، يعني انا ايوانا ورد نكارن بمشن. ديار بكر ام بجن زرحماندي يعني هو قرقاي هو سري خوار بيا فقير وبريا ضعيف سري هو خوار بيا نكارن بريبا بمشن. پیغمبر جوانا قو بنه صحابي ارا قوانا وهاد بجن دبين مسلمان نكارن بمشن. بلكي هدف واناجيكم ملت مكة بشكي جرم ببيجش كن نخوش نكارن بمشن ام خيانتي كي بكن، يعني بلكي هدف وان اوبو لو ما رقلام تكرن دقو وانا نكارن بمشن. اجا پیغمبر صحابي را قو او مسلمان يكيرو قوته خبينه برچعب نشان بده رحمه خدا لي مسلمان به، يعني برا قوته دوادها بدينن. يعني جانا يكي مسلمان جاش ورا بيجم او خوارد كين او فقير فقير بريباتشن. حضرت عمر انكي انساناتي دارك تقل واقص قو خلاص كن اسلامتي قو نزلتي يا غزلتينا سريق بلنكرغو شي وقو هاكريه سي خوار كرنا، يعني شيطان ناظم مسري بلنده فدنا خواتك فليس قربان اس فقير نظام لا تميري اريت مسلماني اري سريق بلنكا عزتها مسلمانه. پیغمبر قو او مسلماني ميرانيه بينا برچعب قو رحمه خدا لويبه ميرانيه خبيل نشاندان برا قوته دودا بدينن ايچا بدين ناچن يكي ناوكشن ابيك چونه حج وعمره هنا نابا ودا كان حبا حج وعمره كده وقتك چو حج وعمره جاره عول ملي خويا راس دربا اللي بني احرام ده ابيا ابرا واكنو تبج دربايه شما اي راسنا ابي چپي وزانن لو ام دوره كعبه اواد زفرن ابيات كبا هندر ابيات كبا دربا ملات براد دينا ايه هندر كعبه وبرا ملي واش بدين ملي وا قالندن ابيا يك برا زانب ملي وا ضعيفنن چونکی در خصم در بعد بنی جلاد خانه ناکن بکردی به زندو بند، يعني زندو بند و بدینن اوانن سه جاره طواف دور کعبه بازدن تدی جانا کیوان معرف حرکتات که بشکی و حرکت که سبقت که يعني بشکی هدی دینا اوج نانا بريا صفا مروه نا طواف کعبه بخو انا پر قربال خم نکارم بکن بری تکرن يعني قم وكا عسكريك ما عرفت كا سر سي بورت كا قمش مرباته پیغمبر گو سجاره می واکنو بکن دما کو کرن گو کا ود گو وانا ضعيفه نكارن بمش الهوا كيفن خواره ما شاء الله سجاره طواف كل مليون جوا قالندن بوليتيكا پیغمبر عليه الصلاه والسلام، يعني فقيرو كي ندن نشانه چيه مسلماني عزيزي سريخ بلنكه اجا جانا مسلمان ما لهمبر كافر هم وصي خوات كن لهمبر مسلمان سريخ بلند كن امو بري خو شرد كن امو يكي خريج دبي از افندي بما وبرا
سنيل وسميل النبي أحمقية ما يعني جي مسلمان براي خورا خو ضعيف بك لهم بر ظالم اجي برا بارتي تقالم بن يعني او ميربه وار حاصل فرداشي بوليتيكا ورقلما كو كرن دي دست وان دا ما وقت خاطر مسلمان او ظلامتي وانتيتن الله الله وانا تشوانن وار حاصل وكا وان درنكن منظر دخول النبي أتى اقترب من الكعبة المسلمون سحبوا السيوف سلوا السيوف كما نقول رفعوا السيوف هكذا النبي راكب دابته قصواء والمسلمون حوله ويكبرون الله أكبر الله أكبر وحتى هناك الصحابي اسمه عبد الله بن رواحة يقول بعض الأشعار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر يقول أنت تقول الأشعار بين يد النبي ونحن ندخل الكعبة فالنبي يقول اتركوا فليقل تأثير هذا أكثر من تأثير السيوف الكلام لها أثر فالمسلمون هكذا أظهروا القوة بهم حول النبي صلى الله عليه وسلم ورافعون السيوف ويكبرون ولكن بعدما دخلوا بقليل فقال النبي خلاص اترك هذا وقل كلاما آخر هناك أدعية لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب قل هذه الكلمة بعدما كان يقول بعض الأشعار وبدأوا يطوفون بالكعبة مسلمان شوا كتن هندريجة تماشكن حكمة وان صحابي يعني تركز كجوانا چه يونيفرسيتي نخواندي ها نچونه ولكن تهديد بيجين سوسيولوج بيسكولوج علم النفس وانا باش تزانن چه تأثير اوي سر انسان هي پیغمبر حسب دوا خو سياره دوا ناوي قصوا حيوان اغلي سياره صحابي دورا شوري قشاندن شوري کرن دست خو او دست بكرن تكبيرات ددن تبي دورا پیغمبرن ها يعني اي كافر نو ابي سروك ما يخوازن يزيك بن كرم كن ورن اول وندوان شورا لا درباس من موقت كن يك بيك ترسه مثلا ترسه دبدا لازمه تيكي كافر بترسيني بفي شكل يعني دورا پیغمبر سكنادين شوري قشاندن والله اكبر وتكبيرات ددن حتى صحابي كنافي عبد الله كرر رواحه الشعرات بيجه ام هاتنا ام اهل ايماننا ما ايمان في پیغمبر انيه ما ايمان بكتاب ويجه انيه ام جبوني وي سريا يزفرينن سريع جيتكن يعني حضرت عمر بن عبد الله ام چون كعبه وحضور پیغمبر ده چما وان شعرات بيجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بني گوداري كد خبردان چ قاسم مهمه ده عمر بلا برا بيجه خبردان اويا جشورا خرابتره جشور خرابتره تيرو كوانا نتير اشتيرا خرابتره بيلن يرو فشكن يعني جفشك خرابتره الدل وانت كبه مال وان خرابته يعني ابقى خبردان جارنا مهمه تزان بي خبر بدي خبردان براسيش بري حتى انا فرم مهمه جانت خبردان ملات راس کی جانا ملات کی خو لما پیغمبر عليه الصلاه والسلام قبل خبردان ابيا جشور خرابتره يعني جيت كدا بيجه حتى باش پیغمبر گو عبد الله ديجا بيا بس بج او كلمه كي وانا گو پیغمبر گو بج لا اله الا الله وحده خدايا كبتنيه نصر عبده اليكاري عبده خكر پیغمبره واعز جنده عسكره خو سر بلند كر سر في ناس كر وهزم الأحزاب وحده أحزاب جروب وجماعات كهاتم من حرب خندقه يعني أو معنا أبي كبارتي وجروباش بلا ولا كر أو خدايا يعني إسلام لسر وحدانية خدات أفاكرن خدايا كي مزنا هرتش تسيودا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاف وبعدما انتهى من الطواف والسعي بين الصفا والمروة نحر ذبحوا الأضحية أو الحيوانات التي أتوا بها هديا إلى الكعبة نحروهم وبعد ذلك بقوا 3 أيام فتزوج كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك بأخت زوجة عمه عباس اسمها ميمونة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يبقى يومين 3 أكثر حتى يعمل حفل الزفاف هكذا المشركون قالوا خلاص انتهى النبي قال لو تسمحوا لي أنا أتزوج أدخل بزوجتي ووزع الطعام يعني قالوا لا داعي لنا أخرج يكفينا فخرج النبي وبعد ذلك أرسل الذين كانوا يحرسون السلاح كذلك هم أتوا طافوا وعاد النبي إلى المدينة المنورة محتمرين وفرحانين وأظهر الله الإسلام هناك پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوله وان ابوك 3 روزه بسكند مكه بازار اومت 3 روزه وری کافر جید وی 3 روز در خوشنا و باجر در خسته بو بچکی در کتون در وایو یعنی تماشا وانت که ماش نا باجر اینکی در کتنه 3 روز قضیه پیغمبر زوجی به خشکا
جنا عباس آب پیغمبر نبی میمونه پیغمبر پیرا زوجی گو کاش دعوت خود کم از خوارنه کی بلاکم کافر ها گو محمد گو سیرو تا خلاص بود درکه گو ایز نام بدن راست سیرو متقده از خوارنه دعوت اكيد کم خوارنه کی بدم ما گو نه احتیاج مش خوارنه تات نداری جبر سیرو خلاص بو امیدی نه خواز انت بدین درکه پیغمبر جوی درکت علیه الصلاه و السلام وان صاد حب صحابيه كو ساكنان ديبون لبه جبون السلاحه قون جهرن توافق كرن وعمره خلاص كرن هاتن جيشتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام و كيف خاشي زفرين عمره قديا دريكي نوفا بو امي انا حفتاتي تشتكي دي بخان تشتكي بشوك جمانية تشتكي بشوك امي جانا بيجن ان شاء الله. هناك خلاف في التواريخ ولكن بعد العمرة دخل 3 من كبار رجال اهل مكة في الاسلام خالد ابن وليد عمرو ابن العاص الثالث أظن اسمه عثمان ابن طلحة الذي كان يحرس الكعبة عنده مفتاح الكعبة. بعد حديبية وبعد عمرة القضاء هؤلاء بدأوا يفكروا. عمرو كان عند نجاشي رأى بأن النجاشي دخل في الإسلام وخالد كذلك قال الله الله لأن النبي حينما دخل مكة قال أين خالد فلم يجدوه قال لأخيه وليد ابن الوليد أخو خالد لو كان خالد عندنا لأكرمناه. وقال كلمة أخرى قال رجل مثل خالد أنا أتعجب كيف إلى الآن عقله لم يهده إلى الإسلام رجل عاقل. كلمات مؤثرة إن كنت أيها الخالد تريد المنصب نعطيك المنصب وإن كنت صاحب عقل كيف إلى الآن عقلك لم يهديك إلى الإسلام. فأرسل إلى أخيه بهذه الكلمات فحينما قرأ خالد بدأ يفكر شيئا فشيئا وإنه كان قبل ذلك دخل على قلبي شيء في صلح الحديبية هو كان يريد أن يهاجم على المسلمين فكلما ينوي النبي كان يقوم بأمر يفسد عليه خطته فقال هذا رجل محروس يحرس مني فأتى إلى المدينة ودخل الإسلام. خالد كري وليد حتى يسحت نبي مسلمان عمرو كري عاص نبي مسلمان عثمان كري طلحة وانا هرت نبي مسلمان خالد شروان مازنه سروكي وانا عشرة يعني عمرو جي هم شرواني زيتر سياسية دبلوماسية يعني كو عيب نبونا لاقي نبونا من بقولة كيسنجر في وقته كيسنجر هي كيسنجر في مزنه درباي وزير أمريكا درباي اكي ملعون بو يعني لعمر الحمد لله باشا عقل خود ريا خده ده خبطن اوج كيسنجر كي عجيب بو يعني ور حاصل اوان هرسيا هاتن باشا پشت عمره بون مسلمان هات المدينه اسلام خالد ايوش برا بيجن پیغمبر وقتی کتشه بره خالد جنابی ولید مسلمانه تبع مسلمانه پیغمبر به ولید که خالد لکیه فرست که ورده داد والله خالد نخواسته تبدینه درکتیه جمکه درکتیه اویاج بره خورا مکتوب کتشنه پیغمبر جراد دبی حد الله دبی خالد انسانه کی با عقله چوا حتی انا عقله خالد نانیه ایمان از بین عجیب دمینم انسانه کی با عقله پس نویدا بنید چقدر تشتکی خوشه یعنی اما في زمان یک تشتكي باش بكم نابدا تشكي باش كده هذا بيجا كيف يبراوله بشره كيف مربطه يعني تشكي دي بيجا دبي كل جمابنا ما هيك قيمته بدانايك ما هيك مقام وتشتاج ما هيك تسمى بدانايك يعني بكره وظيفه خالد لماش نذكر في شمله تجار كجار بالكي كربه شروان بو شرط كر يعني ابي اجبر اخرى تشتكي تشينا دبي بري من والله ايش عجب ما متحطانا تشوي نبو بسلمان وبيغمبر سؤالات كر و پیغمبر گو عجیبا خالد حتی انا چه و عقلی وی ریا خوده پیش نکریه خالد حتی انا چه و نات ایمانه پسیکولوژی علم نفس پیغمبر چه تورکیشان دل خالد کرد او گو پیغمبر گوتی خالد جمع بو نجیمهی که مقام اجب دانایی که طبعا خالد نجبونه مقام بو مسلمان ولكن بالا خدای که از اوقا نهر بسلمان امجید لی پیغمبر هجای مناست که قیمت دمن وان خبردان خوش مراشاندیه خالد ور حاصل کلام هاتن درید عمر جدید عمر جی حبشستان هات عثمان جی گشته که هر سه به هفره هاتن مدینه پیغمبر وقت واندید علیه الصلاة والسلام او قریشیه گرچک خوش وراشاندیه تدیب کرمانج عربی دین فلزت الکبد ابیانه وکم بیجه چه کذب خو پشکا خو واسه اساکنو کذب خوش وراشاندیه یعنی هاتن پیغمبر کیف ای پرادون خیر هاتن خالد خدا جرازی و شور خدا پیغمبر پشت کلمه شهادت آنی گویا رسول خدا دعا که خدا گناه من عفو بکه
ایگو پیغمبر گو اسلام گناه عفوت که گفت خواستم تساج مرا دعایش بکی پیغمبر گو خدای گناه تعفو بکی گو هاشتا وی شوره هانه وی شوره گم پر بلانی سر مسلمانان پر خرابی کری هانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام شوری جار کدی دای که ایجا درای خدای داب خبتی نبیا درای خدای داب یاب خبتی نه خالد خدای جرازی در سیاتی دمی کی مزناتی و میرانی بدینن اسلام دینه کو قیمت ده انسان هر انسان لائق چه بد بیت مستحق بیهاش تا بی قیمت هانه خالد چه ابو مسلمان زمان که هندک دا هنک جرا پیغمبر وید کرد قمتان چه سروک یا ضابط تبه سروک وانا نگو تو درنگ بوی مسلمان نه لولا تی انسان کی شروانی تبی تشتی آنه دزانی ایجا معلسف ایرود عالمه ما مسلمان دا افتنه یعنی انسان کش تجارت فهمت که ویتینن کن ایمان اوی کش تجارت فهمنا که ویتکن تجارت اوی کن خواندن اویتنا دویت ورب به ما مستای نفساندن وزیر تربیه دیویژن یا ملی ایتم اوی چه بکه خودش درازی چه فهمت که ور حاصل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به شکل آنه خالجی که نوا مسلمانا و رب عالم ایمان کرد نصیبی حتى برا بس ان شاء الله حتى هفتاتي امي هفدن الى هنا نكتفي بهذا القدر الى ان نلتقي في الجمعة القادمة ان شاء الله ابقوا في حفظ الله ورعايته اجمعين بارك الله فيكم